وبيبدأ الجزء بتاعنا بالجون اللي بيكون ماشي في الغابة وبيلاقي إن سيونج بترقص مع الساحرة الشريرة واللي بيتصدم فيها وبيقول لها انت بتعملي ايه هنا، ولسه البنت هتتكلم وتشرح له لكن هو بيمشي وما بيسمعهاش وبيفضل بقى يفتكر في أول مرة شافها فيها وبيعرف إن هي العرافة، وعلشان حظه منيل فوهو ماشي بيقع وبيرمي الكشاف بتاعه وبيكمل عادي. فبيلاقي بقى وهو ماشي شلة المتنمرين اللي أول ما بيشوفوه بيكونوا رايحين علشان يضربوه، لكن هو بقى بيقول لهم لو عايزين تتخانقوا فسيبوها لبكره وبيزق الزعيم بتاعهم وبيمشي. فالزعيم بقى هيسكت؟ لا والله بيروح كمان وبيضربه. فابننا بقى من ضربه واحده بنلاقي اللي هو وقع وما قامش، وطبعا المتنمرين خافوا جدا لكن بيلاقوه بقى اللي هو يعني منهار وبيقول لهم انا عملت لكم ايه عشان تعملوا لي كل ده. وهنا بقى بيكون قصده على اصحابه مش على المتنمرين اصلا، وبيقول لو كنت سبتوني في حالي وكرهتوني كان هيبقى احسن من انكم تحبوني الاول، وان هو فاكر ان كل اللي كانوا بيعملوه ده كان تمثيل اصلا. فعايزه اقول لكم ان حاله حتى بيصعب على المتنمرين وبيمشوا وبيسيبوه. بنتنا بقى بتكون بتدور عليه في الوقت ده وبتلاقي ان في ارواح شريره ماشيه في اتجاه معين فبتروح وراه، ما هي عارفه طالما هم ماشيين كده يبقى هو هناك، وبتروح فعلا وبتلاقي اللي هو مرمي ومتعور في كل حته في جسمه، فبتمسك ايده وبتقول له ان هي اسف، ولسه كلنا هنتاثر بنلاقيها اللي هي قامت ومسكت الملح وعماله تطرد في الارواح قدام. فهو بقى بيكون متعصب قوي منها وبيقول لها انت كل اللي انت بتعمليه ده يعني شفقه من عندك، وبيقول لها بعد كده تعذيبي ده هيكون متعب بالنسبه لي، وبيقول لها الكلام ده وبيفتكر اصلا الساحره الشريره واللي كانت بتعمله فيه. لكن سيونج بتقول انا عارفه اللي انت بتكره العرافين لكن انا مش زي اي عرافه، وانا عارفه اللي انا بقوله ده مش مبرر اللي انا عملته. لكن هو بيقول لها مهما عملتي او اديتيني اعذار فدي بالنسبه لي مش اعذار، انت كدبت عليا فانت كداب. وفي نفس الوقت ده بتكون الام الروحيه وشله العرافين بتوعها واقفين قدام البيت المسكون ومتفاجئين جدا ان مين مثلا اللي هيخش البيت المسكون ده وهو فيه كل الطاقه الشريره دي، بس يعني ما يعرفوش ان الساحره الشريره هي اللي دخلت وعملت كمان طقوس جوه. فبيبداوا بقى يرقصوا تاني كده ويعملوا شويه مراسم علشان الارواح الشريره ما تخرجش من البيت. وبعد ما بتخلص بقى بتروح بتلاقي ان سيونج هناك ومصدومه وبتقول لها خلاص انا اتكشفت وجون عارف كل حاجه. وفي نفس الوقت ده بيكون جيون بقى هناك في البيت وعمال يمسح في الصور بتاعته هو وجدته اللي اديتها له الساحره الشريره، واللي بتكون رسمه على وشهم هما الاتنين وبتقول له دي علشان تبعد عنك الشر. وبيفتكر بقى كلام سيونج وهي بتقول له انا عايزه ابقى صاحبتك بس لمده 5 ايام وخليني جنبك. اي نعم هي معاها حق بس يا سيونج يعني الواد مش طايقك دلوقتي خالص. بنتنا بقى وهي خارجه بتلاقي المشعوذ في وشها وبيوريها كده صوره للساحره الشريره وبيقول لها هو انت شفتيها قبل كده؟ فبتقول له ايوه هي دي الساحره اللي رقصت معايا امبارح. وبيلطم هو ومامتها الروحيه بسبب اللي حصل ده، وبيقول لها ان دي مش ساحره عاديه، لا دي ساحره شريره وباعت نفسها للشيطان وان هي بتعمل حاجات لا اخلاقيه يعني بالنسبه لمهنتهم. بس بنتها زي ما انتوا عارفين مش هاممها اي حاجه من الكلام ده دلوقتي وهي عايزه تروح تشوف جيون. فلسه ابننا بيفتح الباب بيلاقيها ان هي في وش، فبياخد بعضه وبيمشي وبيسيبها. بيروح المدرسه وصاحبهم شين بيكون عايز يعرف ايه اللي حصل معاهم لكن مفيش حد بيتكلم. بيجي وقت الغدا واصحابهم التانيين بيكونوا عايزين يعرفوا هما متخانقين ليه لكن محدش بيكون عايز يتكلم برضه. وسيونج تقول لهم يا جماعه مش متخانقين بس طبعا محدش مصدق يعني ده باين عليهم جدا. المهم بقى سيونج بتجيب اخرها وبتاخدهم هما الاتنين وبتطلع فوق السطح وبتقول لهم يا جماعه انا عارفه من ساعه ما كان عندي 8 سنين انا ما دخلتش المدرسه الابتدائيه ولا الاعداديه بسبب ان انا عرافه اصلا، بس في ثانوي بقى قررت ان انا اخبي ان انا عرافه واعيش كطالبه عاديه. وبتقول له بعد كده قابلتك وانت بتكره العرافين فعلشان كده ما قلتلكش اللي انا عراف. لكن جون بيقول لها انا عايزه اسالك سؤال، طب انت دلوقتي عرافه عايزه تصاحبيني انا ليه؟ اكيد في هدف في دماغك. وبنتنا ما بترضاش تقول له ان كان فاضل 21 يوم ويموت وعدى منهم كل الايام دي وما تفضلش الا 5 ايام بس، فبتسكت خالص. لكن شين بقى بيتكلم وبيقول له هو لازم يبقى فيه سبب يعني عشان يصاحبك. فجيون بقى بيعرف ان هما الاثنين دلوقتي بيكذبوا عليه فبياخد بعضه وبيمشي. لكن شين بيقول لها طب ما تقولي له بقى الحقيقه وان هو فاضل له 5 ايام بس ويموت. فهي بتقول له لا انا مش هقول له الا بعد ما انقذه، انت عايز نخوفه على الفاضي. فشين بقى بيقول لسيونج انا عندي فكره حلوه، انا مش هقول له اللي انا كنت عارف خالص اللي انت عرافه وهفضل قريب منه علشان لو هو احتاجني يلاقيني. فبيكونوا كلهم رايحين علشان يعملوا البرزنتيشن بتاعهم وبتكون ماشيه وبتلاقي ان هاري في رجليها طفل صغير، فبتكون بقى مطمنه ان الطفل الصغير ده لسه نايم علشان بس ما يزعجش جيون. وهما ماشيين بقى بتكون في واحده بتدور على طفلتها في الزباله واول ما بتشوف هاري بتطلع تجري عليها وبتقول لها يا حراميه هاتي بنتي، وبتشدها من شعرها وبيفضلوا هما الاثنين يتخانقوا مع بعض وبنتنا تحوش فيهم علشان الطفل ما يصحاش. لكن في النهايه الطفل بيصحى وهي بتصوت بقى لان هي مش عايزه اي حاجه تزعج جيون. وهم بقى في الكافيه بيكون الطفل عمال يبص على جيون وعمال يعيط، فهي بتكون عايزه تسكته كده علشان لو فضل يعيط كتير سوء الحظ ده يتنقل لجيون. فبتحاول معاه لكن هو ما بيسكتش، فبتروح بسرعه وبتمسك ايد جيون فالكوبايه اللي في ايده بتتكسر. فكلهم بقى بيتلموا حواليه عشان يطمنوا عليه وهاري بتقول لهم ان هي محتاجه دلوقتي تروح البيت. فبنتنا بتروح وراها بقى وبتقول لها طب بقول لك ايه يا هاري ممكن اجي معاكي البيت؟ لكن هاري بتقول لها انت هتصاحبيني ولا ايه؟ فبتقول لها ايوه
صاحبك فعلا، وبتقول لها انت القدوه وعايزه اتعلم منك حاجات كتيره. وفعلا بتروح معاها البيت وبتطلعها اوضتها اللي بتلاقي ان هي كلها عرايس، وبتلاقي ان في عروسه معينه مرتبطه بالطفل ده، فبتقول بس انا اخد العروسه من هنا والطفل هيروح والجن هيكون كويس. وبتقول الموضوع سهل، وبتروح وبتقول لهاري، لكن هاري مش بترضى ان هي تديلها العروسه، فبتعرض عليها فلوس. فبتقول لها لو كنت بتحب العروسه فعلا ما كنتش هتعرضي عليها فلوس، وان ده اكيد مش حب حقيقي، انت عايزه املى العروسه بتاعتي. وبتمشيها بره الاوضه. جيون بقى وهو قاعد بيفتكر بنتنا كده، وبيعرف ان كل لمسه كانت بتلمسها له دي كانت بتكون ليها هدف، ان هي يعني تميمه حظ. وبيقول انا لو كنت فاكرها شفقه او صداقه طلعت اصلا تميمه حظ. وبيبدا يكره العرافين اكتر ما هو بيكرههم، وبيمسك المرتب بتاعها وبيروح علشان يرميه. تاني يوم بقى بيكونوا كلهم قاعدين في المكتبه عشان يكملوا البرزنتيشن بتاعهم، والجيم بيروح علشان يجيب كام كتاب كده. فبتلاقي ان طفل الشبح بيبكي تاني، فبتروح بسرعه عشان تمسك جيون علشان ما يحصلوش اي حاجه. فجيون بقى بيروح حاضنها وبيقول لها يا انتي بقى بتعملي كده من الاول. فبنتنا بتتكسف بقى من هنا، وهو بيقرب منها اكتر وبيقول لها يعني انتي كده يعني التمامه بتاعتك شغاله. ولسه ما خلصت كلمته بنلاقي الارفف كلها بتقع عليهم لان الطفل عمال يعيط. فجيون بقى بيحميها من هنا، لكن راسه بتتفتح وبيروح المستشفى. وهي بقى بتقعد مع شن وبتقول ان خلاص قوتها كده ما بقاش لها اي لازمه، ما بقتش تاثر خالص في جيون، وكل ده بسبب ان هو خلاص دلوقتي ما بقاش يطقني اصلا. وبتفضل تشكل شن اللي هو اصلا بيحبها، لكن في الاخر بتديله التميمه دي وبتقول له دي الحاجه الوحيده دلوقتي اللي هتقدر تنقذه. فهو بقى بياخد منها التميمه وبيقول لها ما تقلقيش انا هحطها له في هدومه من غير ما ياخد باله. وبيجي له المدرب بتاع الرمايه بتاعه علشان يطمن عليه، وبيقول له ما تقلقش يا عم انا هدفع لك الفلوس بتاعه المستشفى. فابننا لسه هيقول له لا، لكن شين بقى بيقول له انت هتعترض ولا ايه؟ الكبار دايما معاهم فلوس واغنياء. وبنشوف ان الكبار اغنياء فعلا لما بيروحوا بيقف قدام الحسابات علشان يدفع، لكن بيتصدم من الرقم. بنتنا بقى وهي قاعده في شغلها بتدخل عليها واحده وبتقول لها انقذي الست المسكينه ديت اتجننت خالص من ساعه ما سقطت، وبقت تمشي بعروسه كده في الشارع ومعتبرها بنتها، لكن من ساعه ما العروسه ديت ضاعت وهي خلاص اتجننت خالص. فبنتنا بتقول لها لا ده انت تروحي تعرضيها على دكتور، دي انا اعرفها وبقول لك مش عليها حاجه. وبعدين بقى بتبص لها كويس كده وبتعرف ان دي اللي اتخانقت مع هاري، وبتقول لها رجعي لي بنتي. فبتعرف ان العروسه اللي مع هاري ديت تبقى العروسه بتاعتها، فبتاخد بعضها بلبس الشغل وبتروح بسرعه عند بيت هاري. وهاري بتروح لها وبتقول لها انت بتعملي ايه هنا؟ انت لابسه لبس تنكري ولا ايه؟ لكن هي بتقول لها لا انا اعرف. بنشوف بقى شين وهو بيحط له التميمه في التليفون بتاعه، لكن تليفونه بيرن فبيرد عليه. فجيون بقى بياخد منه التليفون وبيكلم صاحبته دي، واللي بتطلع ان هي كانت معاه في الحريق وان هي اتحرقت بسبب. بيقول لي شين انا عايزك تبعد عني علشان ما يحصلكش زي اللي حصل لها ده. وبنعرف بقى ان هو حاسس بالذنب وان هي دايما بتتصل بيه وبتفضل تعيط كده. بنرجع لبنتنا وهي مع هاري وبتقول لها ان العروسه اللي معاها ديت جواها شبح، وان هي دايما اللي بتدي لها الاحساس بالارق ده وكمان الاعراض اللي بتحصل لها. لكن هاري بتقول لها ايه ده انت عارفها بقى بجد؟ وبنتنا بتقول لهاري كان حادك تديهالي لما انا عرضت عليك المليون. وبتقول لها طب انت لو عايزاها تفضل معاكي فانا كنت هسيبها عادي معاكي لو مش هتاثر على حياه الناس التانية، لكن دي بتجيب سوء الحظ لكل الناس وممكن حد يموت بسببها. فهاري اخيرا بتقتنع وبتدي لها العروسه وبتروح هي البيت. من هنا بتلاقي ان شين مستنيها، فبتقول له انت بتعمل ايه هنا؟ هو الجين حصل له حاجه ولا ايه؟ لكن شين بقى بيضحي تضحيه كبيره وبيقول لها انا عايزه ابقى تميمه الحظ بتاعته. وبيفضل يفتكر بقى ان هو يا عيني ما عندوش اي حد يبقى معاه وان ما فيش الا هو اللي يكون جنبه. فبنتنا بتقول له خلاص تمام، وبيخش بقى علشان تكتب له على جسمه كده وتخليه تميمه الحظ بتاعته. شين بقى بعد ما بيخلص بيروح هناك البيت علشان يجيب حاجه ليها عين ومناخير وبق علشان يديها له، فما بيلاقيش قدامه الا اللعبه دي، فبيقول لا لا الا دي. فبيفضل يدور في البيت كله، وفي الاخر بيروح وبيديله اللعبه دي وبيقول له بقول لك ايه خلي بالك منها علشان دي عايزه قوي على قلبي. وابننا يقول له يا عم انا مش عايزها اصلا، لكن هو بقى بيديها له بالعافيه وبيحضنه كمان، اللي هو ايه عشان اللي انت بتعمله ده. فبيقول له لا انا كل ده علشان بس ما اقدرش اساعدكم في العرض التقديمي بتاعكم، فايه رايك بقى نفضل انا وانت النهارده كده قاعدين عمالين نذاكر عليه؟ لكن ابننا بيقول له والله يا ابني انا مش فاضي انا ورايا كذا مشوار. فشين بيقول له خلاص كلمني لما تخلص المشاوير بتاعتك دي عشان عايز اقعد معاك. شوف بقى جين وهو بينظف الصور بتاعته اللي كانت عليها رسومات وتمايم كده اللي كان بيديها له الساحر الشرير. وبعد بقى ما بينظف بيته بيخرج علشان يرمي الزباله بره، وبيلاقي ان الست اللي بتدور على بنتها قاعده عماله تعيط، وفي نفس الوقت ده بنتها بتكون رايحه لها عشان تديلها العروسه خلاص. لكن بنتنا بقى اول ما بتشوفه بتستخبى كده وبتفضل تراقبه وهو قاعد واقف وعمال يبص على الست اللي بتعيط دي، وبتفتكر كلامه ان هو لو شايف شخص بيعيط فهو يقف جنبه علشان يواسيه لغايه ما يخلص عياط خالص. فبعد ما بتبطل عياط خالص بقى بيروح لها وبيقول لها ما تقربيش بقى من الزباله دي عشان كلها قذره. بتروح لها بقى بعد ما هو بيمشي وبتحط لها العروسه بتاعتها في العربيه، بتقول لها ان الطفله بتاعتك حلوه قوي. هي لسه بتقول لها طفلتي اختفت، لكن بتلاقي بقى ان العروسه في العربيه، فبتفضل ماسكاها بقى وبتتبسط جدا. وبتشوف بقى ان الطفل الشبح ده مبسوط جدا ان هو اخيرا لقى مامته، ولسه بتتبسط بقى. من هنا بتلاقي ان الزباله اللي مرميه فيها المرتب بتاعها، فبتفضل بقى
تبكي لان خلاص كده جيون راح منها وان حبه ليها راح خلاص. وبيكون في الوقت ده جيون جوه بيقول انا متعصب منها ايوه بس انا هحتفظ بالمرتب. وبيخرج بقى عشان يجيبه بس بيلاقيها ان هي قاعده وعماله تبكي، فبيفتح بسرعه المظله بتاعته وبيروح لها وبيدخلها جوه وبيعمل لها كمان حاجه تشربها علشان اكيد بتكون بردانه. وبيقول لها ان هو يجيب لها شرابات تانية لان الشراب بتاعها خلاص مبلول. ولسه هي بتلف وشها من هنا بتلاقي ان الصور بتاعته هو وجدته مرسومه عليه، فبتقوم بسرعه كده وبتمسكهم وبتقول له هو مين اللي عمل كده اصلا، وما ينفعش حد يرسم على اي وش بالشكل ده. المهم بقى جيم بيروح لها وبيقول لها انت بتمسكي الصور دي ليه؟ فهي بتقول ان الصور دي مكتوب عليها تمايم بس التمايم دي شريره اصلا. وبتقول له ان التميمه اللي مكتوبه دي لو اتكتبت لشخص عايش فهي عادي، لكن هي مرسومه على وش جدتك اللي ماتت، وده يعني اللي عملها يبقى عايز يلعن جدتك ويخليها في الجحيم. وجيم بيصدم وهي بتقول له مسحها مش كفايه، احنا لازم نحرق الصور دي كلها. وبيقول لها الصور دي اللي عاملها العرافه اللي انت كنت بترقصي معاها، وانتوا الاتنين اكيد مقربين من بعض واكيد بيتسلوا عليا دلوقتي. وبينزل على ركبته وبيقول له عايزين تتسلوا عليا فتسلوا بس جدتي محدش يلمسها. لكن بقى هي بتمشي وهي متعصبه من العرافه دي وبتقول له لو انت عايز تصدقني صدقني وانا اكيد مش هكدب عليك في دي، انا وهي اول مره نتقابل اليوم اللي رقصنا مع بعض فيه ده، وهي بالنسبه لي شخص غريب. بنلاقي بقى في الوقت ده واتشين ورئيسه الفصل وهم قاعدين يعملوا البرزنتيشن مع بعض، وهي بتكون عايزاهم يقربوا من بعض شويه، ولسه هو جاي يقعد جنبها عشان يوريها البرزنتيشن بتتكسف منه، فلسه هيهزروا مع بعض. بتقول له بص جيون اهو، فبيروح بسرعه علشان يلمسه، لكن بيلاقي ان هو متعصب كده وبيقول انا اروح وراه اكيد رايح دلوقتي عشان يقابل صاحبته. وبيروح فعلا وبيلاقي ان هو واقف مع راجل واللي بيقول له يا بابا، لكن بابا بيعامله بكل برود وبيقول له انت مقرب مننا ليه وانت نحس بالنسبه لي. هو بيقول له انا مش عايز اقرب منكم، انا عايز بس اقابل اللي اعرفه ومش هلمسكوا صدقني. وبنعرف ان هم مش واخدين رقمه لان رقمه بالنسبه لهم هو نحس برضه، وبيعاملوه معامله عره جدا ومعامله زباله، وبيصعب على شين جدا بسبب المعامله اللي اهله بيعاملوه بيها، وبيصعب علينا كمان شخصيا. المهم فعلا بيخش وبيقابلها وبيقول لها فك اللعنه دي عن جدتي، لكن هي بتقول له انت شخص بالنسبه لي بريء جدا وان انا ما عملتش اي لعنه، وبتيجي تاني عشان تحط على راسه لعنات، لكن بتتفاجئ بقى ان في تميمات حظ، فبتتعصب جدا لان جدته ماتت من هنا وهو لاقي حليف ليه بالسرعه. والحليف في الوقت ده بقى اللي هي طبعا سيونج بتكون قاعده وبتعمل له تميمه حظ تاني بعد ما عرفت اهلها ان الساحره الشريره هي اللي عامله اللعنات ديت لابننا. المهم بقى جين والساحره الشريره بيروحوا بيته، واللي هو مفكر بقى ان هي رايحه دلوقتي تفك اللعنات، لكن هي بتكون رايحه تدور عن اللعبه اللي اداها له شين علشان تكسرها، لان هي بالنسبه لها دلوقتي دي تميمه الحظ الوحيده اللي في حياتها. وبتخش فعلا عشان تدور عليها وبتلاقيها، ولسه بتخرج بتلاقي ان بنتنا في وشها وبتمسك منها اللعبه، وبتقول لها هو انت قاسيه كده ليه وبتعاملي جون بالشكل ده ليه؟ وبتقول لها انا عارفه يا حبيبتي زيك وانا مش صاحبتك. وبتدي اللعبه لجون وبتقول له خليها معاك في مكان امن، وبتكون عايزه تاخد الساحره الشريره ويتكلموا بره، لكن هي ما بترضاش وبتقول لها ليه ما نتكلم قدامه عادي، لكن بنتنا بتعمل لها حركتين كده بيخوفوها فبتخرج معاها بكل ادب بره. وبتقول لها انا عارفه ان انت ما كنتش جايه عشان تطهري الروح ولا حاجه، لان انت اللي عامله اللعنات دي ومش هتعرفي تفكيها اصلا. وبيطلع ان ابننا سمع كل ده وبيقول لها سيونج معاها حق وبيحرق هو الصور، وسيونج بتاخد العرافه لبره علشان يتكلموا وبتقول لها انا عارفه ان انت بتعملي حاجات كتيره شريره، لكن هما بيتكلموا بتكون امها الروحيه في الوقت ده بتعمل لعنه عشان ترميها على الساحره الشريره. وفعلا هما بيتكلموا بقى اللعنه بتخش فيها، فبنتها بقى بتقول لها انا عايزاكي بقى تصلي وتدعي كده ان ربنا يغفر لك. وبتقول لها انا عارفه ان انت بعتي روحك للارواح الشريره، فانا بقى عايزاكي ترجعي عن كل اللي انت بتعمليه ده. لكن الساحره الشريره هل يا ترى هتقتنع بالكلام ده؟ لا والله، بتقوم وبتمشي. وبنتنا بقى بتفضل تطرد في الارواح الشريره، لكن بقى شين بيتصل بيها وبتقول له انت لازم تفضل جنب جيون اليومين دول، وتفضل تصبر نفسها وبتقول خلاص هم يومين وال21 يوم يخلصوا ولازم اليومين دول يعدوا بسلام. وبتروح بقى هي وبتديله صوره لجدته وبتقول ان هو حرق الصور كلها، لكن هي قدرت تحتفظ له بالصوره دي، وبتقول له لو عايز تكرهني اكرهني، انا لو منك فعلا هكره كل العرافين. فهو بيقعد كده وبيقول انت اللي حياتك تكرهيني اصلا. وبنشوف بقى الساحره الشريره وهي بتعمل شويه طقوس كده عشان تبقى اقوى. وتاني يوم بقى رئيسه الفصل بتروح لشين والجن وبتقول لهم انت هتعملوا العرض بتاعكم امتى؟ فشين بيقول لها انت بتتشطري علينا، طب ما سيونج لسه ما عملتش حاجه، فبتقول له لا هي عملته وعملته حلو جدا. وبيطلع بقى ان هي اللي عملته اصلا، هما الاثنين دلوقتي بقى قريبين من بعض، وكل ما تشوفها تقول لها هي الصور ديت فيها اشباح، طب تعالي كده مع بعض ندور على الاشباح، ومش مديه فرصه لابننا خالص ان هو يتكلم. في حصه الالعاب بقى بيكون شين وجيون قاعدين مع بعض وعمالين يلعبوا، وهي قاعده بتتفرج عليهم وخايفه من الاشباح، وكل ما يجي شبح قدامها تقول لشين علشان يحضن جيون، والجيون بقى فاكره اللي هو بيعمل كده عشان ما يخلوش يلعبوا ان الفريق بتاعهم يكسب. وبعد ما حصه الالعاب بتخلص بتلاقي ان في اشباح كتيره واقفين وكلهم من غير وشوش، فبتتصدم لان دي اشباح من نوع تاني وان دي لعنه تاني خالص. وبنعرف بقى ان الاشباح ديت اللي بعدتهم الساحره الشريره، واللي هتقول لها تستفاد ايه هقول لكم عشان تعجل في موت جيون، وهتستفاد بقى ايه من الموضوع ده ان هي هتكون اقوى. بنتنا بقى اول ما بتعرف اللي حصل ده بتمشي وبتسيب المدرسه، بتقول لهم ان هي تعبانه. بيقلق عليها جدا بس مش عارف يتكلمها علشان متخاصمين بقى، وبتتصل بشين بقى وبتقول له خلي بالك من جيون وخليك جنبه طول الوقت. ورئيسه الفصل بتروح لهم بتقول لهم انتوا لازم تخلصوا البرزنتيشن اللي مع بعض فيه.
الخبر ده بيفرح شين جدا لان كده هيكون جنب جيون وبيروح وبيحضن رئيسة الفصل اللي بتتكسف تاني. المهم بقى بنتها بتروح تقول لمامتها الروحية وبيروحوا هما التلاتة بقى هناك عند البيت المسكون وبيلاقوا كتير من الارواح الشريرة هناك اللي من غير وشوش وبيعرفوا ان الساحرة الشريرة هي اللي عملت الموضوع ده وبيبداوا كلهم يحاربوا في الارواح الشريرة دي لان هي كتيرة جدا. جيون بقى وهو في حصة الرماية بيلاقي ان شين عمال يحضن فيه من ورا وهم ماشيين بيلاقي ان شين عمال يلمسه من غير اي سبب ما بيكونش فاهم اي حاجة وبيجي يخبطه من هنا عشان يجري منه بس بيجري ورا وبيروحوا بقى البيت عشان خلاص البرزنتيشن بنلاقي ان شين عمال يلمس فيه برضه. انا مش عارفة ايه التحرش ده. وجيون بقى نايم بيخش له شين اللي بيطمن على اللعبة بتاعته طبعا اول حاجة وبعد كده بيروح عند جيون عشان يمسك ايده وبيقول لا ده مش هينفع لسه بينام جنب جيون. فجيون بقى بيصحى له وبيقول له هو في ايه وبيخرج بره الاوضه وبيفتكر لما كان بيكلم الساحره الشريره وبيسالها عن سيونج اللي بتقول له ان هي كانت اول مره تشوفها هو اليوم ده وكل اللي عارفاه عنها ان هي كانت الطفله الصغيره المعجزه. فبيبدا هو بقى يبحث على التليفون بتاعه عن الطفله المعجزه دي وبيلاقي ان كان في حاجات كتيره جدا ليها زمان وان وهي عندها 8 سنين كانت بتقدر تشوف الارواح وكمان كانت بتساعد الناس. اهلها بقى كانوا بيستخدموا الموضوع ده غلط خالص وكانوا بيحبسوها في اوضه عشان تفضل تعمل تمايل وفي يوم بقى بتكون بتعيط فيه وبتشوفها مامتها الروحيه ومن ساعتها وهي متبنيه. فجين بقى بيخرج لشين وبيقول له انا عارف ان انت كنت بتعمل كل ده علشان سيونج طالبه منك وبيقول له انت اتعرفت عليها امتى. فبيقول له لا اتعرفت عليها السنه اللي فاتت وبيقول له انت ما كنتش عارفها قبل كده. فهو بيقول له لا لان هي ما كانتش معانا ولا في ابتدائي ولا في اعدادي ما كانتش في مدرسه اصلا. وشين بيقول له خلي بالك من نفسك بكره وبس ما فضلش الا يوم واحد. وجين ما بيكونش فاهم اي حاجه بقى. تاني يوم بقى الولد المتنمر بيكون باباه بيضربه لكن بنتها بقى بتخلي الشبح الكلب يقعد باباه. فالولد بيهرب من هنا وهي بتروح المدرسه بتلاقي ان هو ما جاش فبتكون قلقانه جدا على المتنمر بقى وبنلاقي ان المتنمر بيهرب من باباه وبيخش البيت المهجور. بنشوفهم بقى وهم قاعدين بيراجعوا البرزنتيشن وبيجي لها كلب الشبح علشان تنقذ المتنمر وهي بتروح بسرعه وراه وبتلاقي ان هو واخدها على البيت المهجور وهي بقى بتتصل بمامتها الروحيه وبتقول لها ان هي خلاص هتخش البيت المهجور وبتلاقي ان المتنمر بيتخنق فهي لسه بتكلم الروح الشريره وبتقول له اطلق سراحه من هنا. بتلاقي ان ابنها داخل عليه واللي بيقرب منها وبيقول لها ازيك يا عرافه انت ما تعرفينيش ولا ايه. وبنعرف بقى ان الروح الشريره لبست جيون. يا ترى بقى ايه اللي هيحصل في المسلسل ده اللي هنعرفه مع بعض لما نكمل بقيه الحلقات. ولو عايزين اي مسلسلات تانية اكتبوا لي تحت